تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اختلف فيه الناس. الفقهاء قالوا أهم حاجة الفقه، طبعا مش كل الفقهاء يعني، ولكن كثير من الفقهاء. المفسرون والمحدثون قالوا أهم حاجة الكتاب والسنة، والمتكلمون قال لك لا، أهم حاجة علم الكلام والمنطق والفلسفة والموضوع ده. وده أو دي آفة فكرة النظر دائما للموضوع بنظرة جزئية، بيبقى الواحد شايف من حتة معينة. ما عنديش مشكلة لما يكون أنا واقف هنا فشايف المكان ده من هنا، فده منطقي إن أنا أكون شايفه من هنا. على فكرة هي مشكلتي إن أنا أقول هو ما بيتشافش إلا من هنا، وبناء عليه هي المشكلة مش إن الواحد يبقى شايف إن اهتماماته مهمة، هو المشكلة إن الواحد يبقى مش شايف اهتمامات الغير أو النظرات المخالفة أو الحاجات التانية. أذكر في كتاب هرم بلا قمة كنا اتكلمنا في البداية عن بعض أمراض الأمة، فكان منها إيه؟ النظرة الجزئية. كثير من الناس مصاب بهذا الداء ويمنعه ذلك من استكمال هرمه وهو لا يشعر، فقد فقد الشعور بشمولية الدين فلا يراه إلا في جزء محدود من الحياة، فأنى له أن يبني ما لا يراه. يبتعد جدا عنه فكرة أنه أن يبني ما لا يراه، الجزء الثاني اللي هي أجزاء كثيرة فعلا. قلت والدين منظومة كاملة تدور فيها الدنيا بأسرها، فلا تجد لك حركة ولا سكنة إلا وللدين فيها حكم من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة، ولكن البعض لا يرى الدين إلا من وجهة واحدة فيعظمها تعظيما شديدا وينسى أن الأمر أكبر من ذلك، فهو يعيش في جزيرته ويظن أنه ملك العالم، فتكون النتيجة الطبيعية هي حاجتين: واحد، الانتقاص والتسفيه للأبواب الغير مرئية له والعاملين بها كمان. اثنين، والتقصير في هذه الأبواب والإعراض عن التعبد لله بها. هو في الآخر كده. الصحيح بقى إيه اللي فرض عليك، واجب عليك؟ طلب العلم فريضة. إيه اللي لازم تتعلمه؟ إن أنت تعرف تعامل ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي واجب عليك، إنك تتعلم تعامل ربنا سبحانه وتعالى.